مصطفى بكري لتعليقه على الأحداث. أستاذ مصطفى صباح الخير. اهلا وسهلا. اهلا تحياتي لك ولضيفك الكريم. تحياتنا لحضرتك طبعا. استاذ مصطفى، تعليق حضرتك على الاحداث ويمكن رد الفعل العنيف اللي شفناه النهارده صباحا بحادث تفجير الاتوبيس. الحقيقه هذا امر متوقع. نحن ندرك تماما ان جماعه الاخوان قد فقدت رشدها ووصلت الى مرحله الياس، وهي الان في مرحله التخبط. توجه ضرباتها الى المدنيين الامنين والى الاجهزه المعنيه في الدوله، وهذا دليل على نهايه جماعه الاخوان. الامر الذي الشارع المصري الى ان يقف صفا واحدا في مواجهه هذه الجماعه. راينا كيف يحدث ذلك في كل المناطق، حدث في المنصوره وفي المحله وفي دمياط والعديد من المحافظات، واليوم في مدينه نصر بعد اكتشاف عدد من القنابل وانفجار احداها وسقوط حوالي 5 منهم، 2 في حاله حرجه الان. اعتقد ان كل ذلك بالتاكيد لا يكشف فقط جنون هذه وفقدانها للرشد والبوصله، ولكن ايضا يعكس هذا السخط الشعبي العارم في مواجهتها، هذا السخط الشعبي العارم الذي سيتمثل ايما تمثيل في التحدي الذي سيخرج بمقتضاه الناس في 14 و15 من الشهر القادم، شهر يناير، ليقولوا كلمتهم بنعم للدستور ولا لإرهاب الإخوان ولا لتعطيل خارطة الطريق. أكيد. أستاذ مصطفى، أخيرا حضرتك عندك أي تخوفات من يعني عدم نزول جزء من الناس لتخوفهم يوم 14 و15 من حدوث يعني أحداث إرهابية زي دي، ولا حضرتك واثق تماما أن الناس هتنزل؟ لو كان الشعب المصري يخاف ما نزل في 30 يونيو. كانت التهديدات في كل مكان من الرئيس ومن عصابته وجماعته وحلفائه، كانوا يهددون بخطف الناس وقتلهم في الشوارع. صحيح. ومع ذلك خرج أكثر من 33 مليون مصري يتحدون، وتراجع الإخوان إلى الجحور ولم يستطيعوا حتى مواجهة هذه الثورة العارمة. صحيح. فكيف بهم في يوم الاستفتاء والشعب والجيش والشرطة صفا واحدا؟ بالتأكيد من سيخرج أو يرتكب أي جرم في هذا اليوم سيلقى مصيره بلا جدال. لذلك أتوقع أن يكون رد الفعل الشعبي عارما في هذه المرة، وأتوقع أن التصويت بنعم إن شاء الله سيتفوق على 85% هذه المرة. تمام. بنشكر حضرتك طبعا جدا على المداخلة دي. الكاتب الصحفي أستاذ مصطفى بكري.